الزمالك دلوقتي طبعا طلع الكابتن احمد عبد الرؤوف قال لك ان لعيبه ما بتاخدش فلوسها وكده، وانا ما اعرفش محمود بن طايق فين وبتاع، وهو ما اعرفش هو معايا ولا مش معايا ولا فسخ عقده تقريبا، كلام من هذا القبيل يعني. الكلام اللي بيتقال جوه النادي ان جون ادوارد هو اللي قال له قول كده. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. طلع ان المجلس الاداره ما عجبوش الكلام، فقال لك خلاص احنا هنمشي احمد عبد الرؤوف، وطلع بيان ان محمود بن طايق مش من حقه يمشي، وهقول لكم قصه محمود بن طايق برضه. قول يا ستموني قول. موضوع محمود بن طايق، محمود بن طايق متجوز بنت الكابتن احمد سليمان سندس، تمام؟ والف مليون مبروك، وقلنا مليون مبروك. فرحوا مفيش ولا واحد من مجلس اداره الزمالك راح فرح سندس ومحمود بن طايق ده. لا والله محمود بن طايق يعني نجم الزمالك، فالمفروض مجلس اداره الزمالك يروح، وده كابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره، المفروض الناس تروح، صح ولا لا؟ لكن من الواضح ان في خلاف كبير جدا بين الكابتن احمد سليمان ومجلس الاداره، وهو كان مشرف على الفرقه وبعد. طيب هل محمود بن طايق ممكن ياخد قرار فسخ التعاقد من غير ما يعرض الكلام ده على الكابتن احمد سليمان؟ لا طبعا، اكيد طبعا يعني مش طبيعي برضه. لا طبيعي بالعقل كده مش معقوله الكابتن احمد سليمان يقول ايه ده فسخ عقده وما يعرفش، مش معقوله ده حماه، تمام؟ ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟ نمره 2، انا راجل بعمل شهر عسل في تايلاند، فجاه الخبر نزل وانتشر بسرعه الصاروخ على كل مواقع مصر، محمود بن طايق فسخ التعاقد من طرف واحد، محمود بن طايق مشي، محمود بن طايق خلص، محمود بن طايق محمود بن طايق محمود طايق. فسئل كابتن احمد سليمان، قال لك كابتن احمد قال لك مع مهيب تقريبا، قال لك انا يعني لو طلب مني ان انا اتدخل، اصل انا مش مشرف دلوقتي. على ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلالم ابوك.